ملخصنا النهاردة عن فيلم ذا ديب هاوس اللي بيتكلم عن زوجين بيحبوا يكتشفوا الأماكن الغريبة، وده عشان يحطوها على صفحتهم على النت. وفي مرة بيعرفوا إن في بيت كامل موجود تحت البحر، ووقتها مش بيترددوا إنهم ينزلوه، وللأسف بيكون ده أسوأ قرار خدوه في حياتهم. بس السبب هيكون إيه؟ ده اللي هنشوفه في فيلمنا. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة متنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وبنبدأ الفيلم مع دان وتينا، واللي بياخدوا الكاميرا بتاعتهم وبيروحوا يصوروا في مصحة بيقولوا انها مهجورة. بس الحاجة اللي خلتهم تيجي انهم بيعرفوا انها مسكونة، وبيعدي بعدها الموضوع ده 3 شهور. بخلال الوقت ده بتبدأ تينا تدرب نفسها انها تكتم نفسها تحت المية لأطول، واللي وصل وقتها لدقيقة وتلت. لما بتخرج لبن بيسألها هي قد ايه هتقعد تحت المية، وهي كاتمة نفسها، فبتقوله تقريبا 3 دقايق. وده اللي خلاه يقول لها ان 3 دقايق كويسين، خصوصا انهم رايحين يغوصوا مش رايحين حمام سباحة. وبيبدأوا بعدها يتحركوا بالعربية لمغامرة جديدة يعملوها. بيفضلوا ماشيين على الGPS لغاية لما بيوصلوا القرية مش باين فيها أي حد. ده لأن من فترة كبيرة مات معظم سكان أهل القرية، وكانوا حاطين أسماء اللي ماتوا على لوحة كبيرة في وسط الميدان. لما بيسألوا على البحيرة اللي رايحينها بيقدروا يوصلوا لها، اللي كانوا فاكرين وقتها إنها بحيرة سرية، إن مفيش أي حد غطس فيها قبل كده. بس بيتفاجئوا أول لما بيوصلوا لما بيشوفوا عدد كبير من الناس هناك، وده اللي خلاهم يفقدوا الأمل إنهم هيرجعوا كل المسافة دي من غير ما يصوروا حاجة، وخصوصا إنهم عايزين يحققوا مشاهدات عالية على اليوتيوب. بس تينا وقتها كانت مبسوطة لأنها أخيرا مش هتغطس في البحر. بتقول لبن إنهم ممكن يقضوا اليوم ده زي أي 2 سياح. طبعا بن وقتها ما كانش قدامه غير إنه يوافقها. بس بعد شوية بيقابل بن واحد يعرفه، بيقول لتينا إن اسمه بيير، بيعرض عليهم إنهم يوديهم يغطسوا في بحيرة محدش راحها قبل كده، وده في مقابل شوية فلوس هيديها له، خصوصا لما بيعرفوا إن موجود تحت البحيرة دي منزل كامل. وقتها بيوافقوا وبيركبوا العربية معاهم. بيبدأ يحكي لهم إن المنطقة اللي رايحينها مش موجودة على الخريطة، وده بسبب الفيضانات اللي غرقت المنطقة من 50 سنة. بعد مسافة مش طويلة بيوقفهم بيير، يقول لهم إنهم مش هينفعوا يخشوا العربية المكان ده ولازم يمشوا على رجليهم. خلال الوقت ده بيبدأ بن يصور رحلتهم لغاية لما بيوصلوا للبحيرة اللي عايزينها. ساعتها بيقفوا على الشط وبيبتدوا يجهزوا المعدات بتاعتهم، اللي كان من ضمنها كاميرا بن اللي هتصور تحت المية. وفي خلال الوقت ده كانت تينا مش مرتاحة لنظرات بيير ليهم. بعد لما بيجهزوا يبدأ بن يقول لتينا الاسطوانة اللي موجودة على ظهرها هتكفيها عشان تتنفس لمدة 60 دقيقة، ده بالإضافة لل3 دقايق اللي هتقدر تحبس فيها نفسها. ده كفاية قوي انهم يدخلوا ويخرجوا ومصورين اللي هم عايزينه. بيقول لهم بيير انهم هيفضلوا ماشيين على السلم اللي تحت لغاية لما يوصلوا للبيت، بعدها على طول بينزلوا تحت البحر. كان اول حاجة يشوفوها تحت هي عربية قديمة، وبيفضلوا ماشيين لغاية لما بيلاقوا السلم اللي قال لهم عليه بيير. في نهايته فعلا بيقابلوا بوابة البيت، بس الغريب ان هناك ما كانش موجود ولا سمكة حوالين البيت. الأغرب من كده ان كل ابواب البيت كانت مقفولة، وده اللي خلاهم يفترقوا عشان يدوروا على مكان يخشوا من خلاله للبيت. حتى الشبابيك كانت كلها متغطية بالسلاسل والأشجار، ولما بيطلعوا فوق شوية بيلاقوا شباك وحيد مفتوح. طبعا كانت أول حاجة يدخلوها البيت هي الكاميرا بتاعتهم، وابتدوا وقتها يشوفوا جوه كل مكان في البيت. ولما بيبصوا على نسبة الأكسجين اللي معاهم، بن بيكون معاه 87%، بس تينا 84 لأنها خايفة وبتتنفس أسرع، وده اللي بيخلي بن ينبهها ويقول لها إنها تهدى. فجأة بيظهر على اللاسلكي بتاعهم صوت ما يعرفوش جاي منين. وقتها بيفكروا ان ده ممكن تداخل في موجات الراديو لطيارة معدية من فوقيهم، وبعدها مش بيهتموا وبيكملوا رحلة الاستكشاف. وبعدها بيفتحوا باب يدخلهم لأوضة النوم الرئيسية، اللي كان باين فيه ان كل حاجة منظمة وكمان جديدة. دي حاجة غريبة بالمقارنة ببيت بقاله 50 سنة تحت المية. رغم كده مفيش اي حاجة جواه اتحللت. وقتها بتشك تينا ان في حد بيراقبهم من ورا الستارة، ولما بيفتحوها مش بيلاقوا اي حد. بس بن بيقول لها انه شاف ظل بشري ورا الستارة. فجأة بيلاحظوا ان الكاميرا اللي بتصور ابتدت صورتها انها تهتز، ولما بيقفلها بن ويفتحها مرة تانية بترجع تشتغل عادي. وبعدها بيكملوا رحلتهم جوه البيت. بعدها بيفتحوا باب عشان يتفاجئوا ان وراه حيطة مليانة خدوش كتير، اكن في حد كان محبوس جوه البيت. وفجأة بيظهر صوت بيانو اكن حد بيعزف عليه. بسرعة بيحركوا الكاميرا عشان يشوفوا ان كان في غواص تاني ولا لا. تبدأ المستشعرات اللي في الكاميرا تحس ان في حد بيتحرك، ده اللي بيأكد لهم ان في حد معاهم بس هما مش شايفينه. ولما بيوصلوا للبيانو بيلاقوه متكسر واستحالة حد يعزف عليه. ما صوت البيانو فممكن يكون خيط اتقطع، وده اللي خلاه يعمل صوت. رغم كده تينا ما كانتش مقتنعة بكل اللي بيقوله، بتقوله ان البيت فيه حاجة غلط.
بيشوفوا بعدها على الحيطة عدد كبير من الأطفال اللي كانوا مختفيين في الفترة دي. بعدها على طول بيوصلوا للمطبخ. غريب إن هناك كان موجود باب وموجود عليه الصليب. طبعا من غير أي تردد بيفتحوا الباب على طول. لما بيدخلوا الأوضة دي ما كانش شايفين أي حاجة، وده لأن المية جوه عكرة جدا. كمان بيلاقوا عدد كبير من كاميرات وشرايط الفيديو، والأغرب من كده إنهم بيلاقوا 2 متعلقين بسلاسل. لما بتشوفهم تينا بتخاف، بتقول لبن إنهم لازم يطلعوا فوق البحر، بس بن بيقول لها إن دي فرصتهم ولازم ياخدوا صورتين قبل ما يطلعوا. ساعتها بيلاحظوا إن موجود تحتهم نجمة خماسية، وكمان موجود على وشهم أقنعة غريبة اللي بيخليهم يستغربوا إن إزاي جسمهم لغاية دلوقتي ما اتحللش. بيقطع كلامهم وقتها صوت جاي من بره، ولما بيخرج بن عشان يشوف بيلاقي ازايز كتير جواها اعضاء بني ادمين. ولما بيرجع لتينا مش بيرضى يقول لها هو شاف ايه، كان كل همه انهم لازم يسيبوا المكان حالا، وباقصى سرعه بيتحركوا لنفس المكان اللي دخلوا منه عشان يتفاجئوا وقتها ان الشباك اللي دخلوا منه موجود وراه طوب. وساعتها ابتدوا يسالوا نفسهم ازاي ده حصل. ابتدت تينا تنهار لانها اتاكدت انهم محبوسين. لما بيحاول بن انه يهديها بيظهر من وراها طفل بملامح غريبه بيحاول انه يهجم عليهم وبيختفي فجاه. وبعدها بيتحركوا بسرعه عشان يلاقوا اي مخرج، بس للاسف مش بيلاقوا اي مكان يخرجوا منه او حتى يكسروه. بس وقتها بيلاقوا سمكه موجوده جوه البيت، ده اللي خلاهم يتاكدوا ان السمكه دي دخلت من مكان هم لسه مش عارفينه. وبيفضلوا وقتها ماشيين وراها لغاية لما بيوصلوا لنفس الأوضة اللي فيها الجثتين، وهناك بيلاقوا فتحات صغيرة ما يقدروش يخرجوا منها. ولما بتقرب تينا من الجثتين بتلاقيهم اختفوا، واللي خوفها أكتر إنها مش بتلاقي بن. وفجأة بتحس إن السلاسل ابتدت تلف حواليها وبتتعور في رجليها، لغاية لما بتفوق مرة تانية على صوت بن وهو بيحاول يفوقها. لما بترجع تبص على الجثتين مرة تانية بتلاقيهم موجودين. ساعتها بن بيفكر انه يشيل الاقنعة اللي على وشهم، ومن الصور اللي شافوها متعلقة بيعرفوا انهم اصحاب البيت، اللي فجأة بيبدأوا انهم يفتحوا عينيهم وكمان يجروا وراهم بسرعة غريبة. بيحاولوا يهربوا وكمان يقفلوا الباب عليهم، وبيكون بالنسبة لهم المدخنة املهم الوحيد انهم يخرجوا. ويبعتوا الكاميرا قدامهم عشان تنور لهم. للأسف لما بيوصلوا لنهاية المدخنة في حاجات بتقع عليهم، ولما بتفوق تينا مش بتلاقي بن موجود جنبها، وبن بيلاقي نفسه موجود في اوضه النوم الرئيسيه. للاسف بيتعطل اللاسلكي والكاميرا كمان. ويلاحظ بن صوره موجود فيها شجره العيله اللي كان احد افراد العيله هو بيير. فجاه بيحس بيير ان في حد داخل عليه الاوضه. بيحاول وقتها بن انه يستخبى تحت السرير، ومن الغير منطقي ان بتبدا الاضاءه اللي موجوده في البيت انها تنور. بيتفاجئ بن بعدها ان في حد بيحاول يهجم عليه تحت السرير. في خلال الوقت ده بتكون تينا بتدور على بن، جاية لما بتوصل للأوضة اللي كان موجود فيها وكان واقف من غير ما يتحرك. ولما بتبصله بتلاقي إن قناعه قرب يتكسر، كمان شكله غريب ومش بيرد عليها. وبيلاقوا إن نسبة الأكسجين اللي معاهم هو 12 وهي 8. فجأة بتحس تينا إن في حاجة موجودة في بدلتها. بيبدأ بن وقتها يهديها بطريقة غريبة، وبيقول لها إن ده مجرد تعبان، إنها لازم تفتح بقها وتبلعه بكل هدوء. بس تينا مش بتقتنع باللي بتقوله وبتفتح القناع بتاعها عشان تخرجه. وبعدها على طول بن بيشدها عشان يرجعوا للمطبخ. بيقول لها إن ده طريقهم للخروج، وبيوصلها لباب سري تاني لغاية لما بيودي على أوضة. وبيقول لها إن المكان ده اللي بدأ منه كل حاجة. هناك موجود شاشة كبيرة بتتعرض عليها كل شرايط الفيديو اللي بيبين فيها بيير وأبوه صاحب البيت، اللي بيبين إنهم هم اللي كانوا بيخطفوا الأطفال وبيضحوا بيهم. بيعرف وقتها أهالي الضحايا إن هم اللي خاطفينهم، عشان كده بييجوا وبيحاولوا ينتقموا من العيلة. بس بيير بيقدر يهرب وهم اللي بيربطوهم بالسلاسل. بيبدأ وقتها أخت بيير تظهر من ورا الشاشة، وبيبدأ بني يقول لتينا إنها تيجي عشان تعيش معاهم. بس بترفض تينا وبتخرج من نفس المكان اللي دخلت منه بنتهم. ما كانش معاها غير 2% من الأكسجين، وبيجري بن وراها وبيحاول يقتلها. ما كانش قدامها غير إنها تطلع السكينة وتضربه في كتفه. في اللحظة دي بيفوق بن. للأسف بترجع بنتهم مرة تانية وبتاخد السكينة وبتقتل بن. ساعتها بيكون أكسجين تينا 0. بسرعة بتخلع الاسطوانة وتحاول تهرب منهم، وبتجري ناحية فتحة الخروج الوحيدة اللي موجودة فوقيها. وبتنجح فعلا انها تخرج بره البيت مرة تانية، لكن للأسف المسافة لسطح البحر كانت كبيرة جدا. كانت الصدمة ان تينا ما بتقدرش تكتم نفسها وبتموت وهي تحت سطح البحر بمسافة قريبة جدا. بس كده يا سيدي، دمتم في امان الله. كل اللي وصل للآخر انتوا احلى واجدع ناس.